أنتم تستمعون إلى بودكاست ذكاء مش اصطناعي مع عمرو زكي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست ذكاء مش اصطناعي. أكيد الحلقة اللي فاتت أثارت عندكم أسئلة واستفسارات كتيرة عن البديل لتشات جي بي تي. النهاردة بنتكلم عن الديب سيك عشان نقدر نجاوبكم على كل الأسئلة. معانا النهاردة الأستاذ نادر تركي، استشاري استراتيجيات الذكاء الاصطناعي. خلونا نرحب بالأستاذ نادر ونقول له نورتنا وشرفتنا بوجودك معانا النهاردة. شكرا يا عمرو، ده الشرف ليا وأنا سعيد إن أنا أكون معاكم النهاردة. الله يخليك. بصراحة أنا هبتدي بالسؤال الأكتر جالنا يعني، واللي كمان بيدور في دماغي ودماغ كتير. الديب سيك اللي خد الهوجة دي، وهو فعلا يستاهل البروباجندا دي كلها ولا لأ؟ طيب أنت تحب الإجابة السريعة ولا الإجابة الطويلة؟ لا، الطويلة. الطويلة؟ ماشي. طيب بص، ديب سيك هو أداة جيدة، تمام؟ هو نوع جديد من أنواع الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يكون أرخص شوية من البديل بتاعه اللي هو تشات جي بي تي، أو اللي هو شركات زي أوبن اي آي أو مسترال أو غيره. فهو هيكون أرخص ونوعا ما أسرع. ده الجانب الجيد فيه. لكن في جانب تاني إن هو بصراحة يعني مش ضامنينه قوي، لأنه هو للأسف طالع مفهوش اللي هو الشفافية اللي معتاد عليها حتى الآن من الشركات الكبيرة. فالصين مخبية شوية حاجات، فهي تكنولوجيا واعدة، ولكن أنا بقول يفضل إن احنا نتعامل معها بحذر شوية. الحذر ده بخصوص إنه ممكن يكون طريقة تعليم أو المعلومات اللي قدر نتغذى عليها، هل هي مختلفة عن ما احنا عارفين، ولا الحذر علشان خاطر احنا عارفين إن هو تشاينيز برودكت؟ لا، مش عشان فكرة تشاينيز برودكت. هو خليني أقول لك، الصين شاطرة في حاجة، بتعرف تعمل إن هي تاخد نسخة من أي حاجة تعمل لها كوبي وتحسنها مع الوقت. فإحنا لما كان في بداية الثمانينات والتسعينات، لما ابتدت إن هم تنمو شوية، كانت بتاخد أي حاجة من سويسرا، من ألمانيا، من أمريكا، من إنجلترا، وكانت بتعمل لها كوبي وتطلعها بأسوأ جودة ممكنة، lowest quality. بس مع الوقت ابتدت تحسن في الكواليتي، وشوف النهاردة الموبايلات اللي بتطلع صيني، لا جودة جيدة. العربيات اللي بتطلع من الصين الجودة ابتدت تبقى أحسن. فهم مع الوقت، بس هم بطاء شوية. ده الفرق ما بين الناس اللي بتبتكر والناس اللي بتقلد. فالصين حاليا مش بتبتكر، هي بتاخد اللي جاهز وتقلده، ومع الوقت تحسن في الكواليتي. فدلوقتي هم مش في مرحلة كواليتي، لا، الجودة عندهم لسه قليلة شوية. هم بياخدوا الحاجة يعملوا لها كوبي ويبتدوا يشتغلوا عليها بالراحة. ففي تفاصيل تقنية تكنيكال شوية بتقول إن احنا لازم نخلي بالنا شوية، ويبقى فيه شوية حذر من ديب سيك، لأن هو مش بأعلى كواليتي، وكمان في مشكلة في سرية البيانات أو الديتا برايفسي. لأنه حصل قريب، أعتقد من حوالي 10 أيام، حصل إنه تم اختراق البيانات بتاعة ديب سيك، واتخذت بيانات ليها علاقة بشركات وأفراد واتسربت. فحاجة زي كده بتخلينا يبقى عندنا شوية حذر شوية من استخدامه حاليا. بذكر موضوع الاختراق، أنا كمان عايز أنوه إن في خبر نزل إن هم قدروا إن هم يتحكموا في الروبوت اللي بيرد كنوع من الاختراق، وقدروا إن هم يضللوا الروبوت في إجاباته للمستخدمين. فهل ده كان ممكن يحصل مع تشات جي بي تي، ولا هو علشان برنامج جديد قدروا إنه يعملوا معاه كده الإكسبرتس أو هويفر اللي عمل الحركة دي؟ والله أنا عجباني الأسئلة بتاعتك، فخليني أشرح لك بقى ديب سيك، عشان كمان ده جزء من التوعية اللي أنت بتقدمها صحيح. للناس. صحيح. أعتقد أنه الناس اللي بيسمعوك دلوقتي جزء منهم بيبقوا تكنيكال برضو، عندهم الجزء التقني عالي شوية. فخليني أشرح لك إيه هو ديب سيك أصلا. طيب، ديب سيك هو نموذج، أو اللي هو موديل اللي بيسموه Large Language Model LLM. ده بيبقى نموذج أو نظام للذكاء الاصطناعي، بيعتمد على تدريب للبيانات عن طريق اللي هو اللي اسمه ماشين ليرنينج. حلو. فتمام، التدريب على البيانات ده عندك نوعين من أنواع التدريب. التدريب الأولاني إن أنت تديله بيانات كتيرة وتقعد تفهمه هو يتعلم إزاي. ده بيسموه تدريب الإشرافي أو Supervised Learning. حلو. ده مثلا تم في Open AI، إن هم قعدوا سنين وسنين بيدربوا النموذج اللي معاهم ده على البيانات اللي موجودة. طلعوا لنا تشات جي بي تي. وطلعوا لنا تشات جي بي تي، برافو عليك. فهو ده خد وقت طويل جدا. ديب سيك شغالة بتكنولوجي مختلفة شوية. التكنولوجي بتاعتهم بتعتمد على حاجة اسمها الديستيليشن. الديستيليشن ده اللي هو أقرب كلمة للعربي بيها اسمها الاستخلاص.
حلو. ان ده بلغه بسيطه ديستليشن، ان انا بجيب النموذج الكبير زي بتاع اوبن اي اي واتعلم منه هو. فانا مش ببتدي التعليم من الصفر، انا بتعلم من نموذج متعلم بالفعل. يعني هو ما ابتداش بنفس الطريقة. مظبوط. يعني تقصد مرحلة تعلم الآلة دي كلها مختزلة شوية، يعني هو وصل لآخر مرحلة. عارف، هدي لك مثال تاني. يعني ذاكر من الملخص مش من الكتاب مثلا لا، ده في حاجه اكتر كمان. تخيل ان انت عندك مدرس جغرافيا، حلو. قرا حاجه بتاعت مثلا 40 كتاب عشان يوصل للمعلومات اللي عنده، او مدرس تاريخ قرا 50 كتاب عشان يوصل للمعلومات اللي عنده. ده اوبن اي اي. ديب سيك هو التلميذ، هو اللي قاعد في الحصه بيسمع المدرس بيقول له ايه، بيسمع المعلم. فديب سيك هنا بياخد المعلومات من المعلم. فهو ده اللي بيحصل، دي طريقه الديستيليشن او اللي هو الاستخلاص، ان هو بيتعلم من نموذج اكبر منه، فبيتعلم منه. بعد كده بيستخدم حاجه اسمها reinforcement learning او اللي هو التعليم التعزيزي، ان هو انا بديله الادوات اللازمه ان انت تعلم نفسك بنفسك. بس الطريقه الاولانيه لو تفتكر قلت لك التعليم اللي هو السوبرفيجن، اللي هو التعليم الاشرافي. التعليم التعزيزي مختلف شويه. التعليم التعزيزي ده ان انا بديله المعلومه وبقول له انت شوف الصح فين، لو وصلت للصح بكافئك وبقول لك برافو، لو ما وصلتش للصح ولسه عندك اخطاء بقول لك لسه شويه حاول تاني. دي طريقه مختلفه عن التعليم اللي هو السوبرفيجن اللي هو الاشرافي، ان انا بقول لك الصح فين وانت تحاول ترجع لورا تشوف انت ازاي توصل للصح ده. دي طريقة هو استخراجه للإجابة، النموذج. مظبوط. فالديب سيك لسه مش قادر، يعني كمقارنة وقته أطول وعنده أخطاء أكتر. لا، هو وقته مش أطول، هو وقته أقل بالعكس. أوكي. لأنه في تكنولوجيا تانية، ما هو الموضوع معقد شوية. أوكي. تكنولوجيا تانية هم استخدموها، حاجة اسمها mixture of expertise أو المزيج من الخبراء. هو وقته أطول إنه يرجع لكل اللي اتعلمه المعلم. لا مش هيعمل كده. خلاص مش هيعمل كده. هو خلاص هو التزم بالتو نيو تكنيكس. صح. ومشى عليهم وطلع بالموديل ده. صح. بس إذا نرجع لموضوع إزاي بيجاوب أسرع. إزاي بيجاوب أسرع؟ إنه في حاجة اسمها mixture of experts أو مزيج من الخبراء. ده هخليني أشرحها لك برضو. دي مرة تانية، دي تكنولوجيا مختلفة شوية على فكرة، مش هم اللي اخترعوها. أوكي. التكنولوجيا دي موجودة مثلا بيستخدمها لاما موديل اللي هو بتاع ميتا. موديل بتاع ميتا فيسبوك. تستخدمها ميسترال اللي هي الفرنسية. دي ان انت اوبن اي اي مثلا عندها دلوقتي جميع البيانات اللي هي اتعلمت، فتخيل ان جواها في خبير سيكولوجي وخبير تكنولوجيا وخبير فيزياء وخبير جغرافيا، تمام؟ كلهم على بعض قاعدين في نفس الترابيزة، بتديهم السؤال كلهم بيحاولوا يشوفوا يجاوبوا احسن اجابة ازاي. فدي طريقة. الطريقة التانية اللي عملها ديب سيك انه لا، هو في كأنها في أوضة أو غرفة لخبير التكنولوجيا، غرفة تانية لخبير الهندسة، غرفة تالتة لخبير الجغرافيا. تخصصات. فأنت لما تسأل السؤال هيروح للمتخصص فقط، فهيجاوبك أسرع وهيجاوبك بطريقة أقل تكلفة. فأنت بتسأل سؤال في الجغرافيا، مش رايح هجيب أنا خبير التاريخ دلوقتي، أنت بتسأل سؤال جغرافي. يمكن أدق شوية. لا، ملهاش علاقة بالأدق على فكرة، هي ليها علاقة بالسرعة حاليا. الأدق أو بصراحة الأحسن لينا في المستقبل مش ده مفيد لو أنت داخل مثلا دكتور وبتسأل سؤال طبي، مهندس بتسأل سؤال هندسي. مش إحنا كنا اتكلمنا في فترة أول ما طلعت الإنشائي وظهوره، يعني الجينيراتيف وظهوره، والناس كلها قاعدة تتكلم عن البرومبتنج وإزاي إنك أنت تديله الأوامر وهندسة الأوامر وإزاي تقول له أنت عايز إيه والناس قاعدة تعمل ورك أراوندز وتريكس وكده. طول ما أنا معلم النموذج بتاعي إنه يكون له مرجعية ما وهو بيجاوب على السؤال اللي جاي، مش كأني بدخله الأوضة بتاعت الخبير. لا، هي الأوضة بتاعت الخبير إن هو بيجاوب عليك من أي خبير، مش إن أنت بتديله إيه في الأول. هو اللي بيحدد مين الخبير اللي هيرد عليك. يعني مثلا ممكن تكون أنت بتسأل سؤال هندسي من وجهة نظر فلسفية، فهو هيجيب ساعتها، هو هيفهم إن أنا هجيب لك 2 خبراء يجاوبوا عليك، واحد بتاع الفلسفة وواحد بتاع الهندسة، بس مش هجيب بتاع الجغرافيا، مش مكانه. فهو اللي بيحدد مش أنت اللي بتوجهه في الحالة دي. فده زي ما قلت لك إن هو ده طريقة تقنية في تصميم البرنامج نفسه أو الموديل النموذج، إن هو يبقى أوفر وأسرع. الطريقة دي مش هم اللي مستحدثينها، بس الطريقة دي خليته يتكلف أقل من اوبن اي اي. ايوه، اوبن اي اي شغالة هي كمان على نماذج أخرى، تمام، هتكون أسرع وهتكون أوفر.
بس هم بيمشوا بطريقة مختلفة شوية، هم بيمشوا بالشكل الأكبر، هم عندهم رؤية لل50 100 سنة اللي قدام. ديب سيك لا. دي حاجة. الحاجة التانية حابة أقول لك على مفاجأة. اتفضل. إن أنا قعدت أتكلم كتير مع ديب سيك واكتشفت مفاجأة رهيبة جوه، إنه ديب سيك لما بتتكلم معاه في تفاصيل بيقول لك إن هو created by OpenAI. لا. ده حقيقي. فهو فاكر طريقة الديستيليشن، الاستخلاص اللي قلت لك عليها، دي ما ينفعش يجاوب الإجابة دي لو هو عمل الديستيليشن ده صح أو الاستخلاص ده صح، لأنه معناها إن هو دلوقتي شايف نفسه المعلم. يعني هو طالب فاشل، يعني حضر الحصة طب وتعلم أيوة. الأوبن اي اي كمان بيجاوب غلط، وبقى عنده مشكلة إن هو مش بس بيجاوب غلط، بقى هو عنده مشكلة فاكر نفسه هو المعلم. فده معناها إيه بقى بصراحة لما نفكر فيها بشكل كده إيه تحليلي شوية؟ ده معناه إن هو ما عملش موضوع الديستيليشن ولا التعلم ده بالشكل المظبوط، ده هو سرق نسخة من OpenAI وغير فيها شوية حاجات وقال أنا ديب سيك. لو أنت سألته النهاردة هو أنت ديب سيك ولا OpenAI، هقول لك أنا ديب سيك طبعا، بس أنت قروسه كده ولف عليه يمين وشمال، محتاجة خبير طبعا يعمل كده، هيقعد يمشي معاك لغاية لما في الآخر يقع بلسانه يقول لك لا ده أنا created by OpenAI. أنا دي لما شفتها خدت منها سكرين شوت وحطيتها أونلاين. بعد كده دخلت سألته قلت له طيب انت دلوقتي قلت لي ان انت OpenAI، ليه انت قلت كده؟ رجع في كلامه وقال لك لا ده انا ديب سيك، دي كانت غلطه. فاذا النموذج زي ده لا معلش لا تثق فيه حاليا، ممكن في المستقبل يكون احسن، بس حاليا مش معنى ان هو تكلفته اقل ولا ان هو ممكن يكون اسرع ولا انه ادق دي اللي انا اهتم بيها. لا، انا اهتم دلوقتي بهو انا اثق فيك ولا لا. لما انا اقول لك انت OpenAI تقول لي لا انا ديب سيك وانت كذاب، طب ما معلش، لا انا لازم اكون حذر شويه. دي حاجه. الحاجه التانية طالما حصل عليه اختراق فبرضه انا لازم ابقى حذر مرتين. exactly. الحاجه الثالثه والاهم بقى، مكتوب في الشروط الاستخدام بتاعته ان اي معلومه انت هتديها له هو هيستخدمها عشان يتعلم. لو معلومه خاصه، لو معلومه خاصه، معلومه لشركتك، معلومه مفروض ان هي سر، ما عندوش الاختيار ان انت تقول له المعلومه دي ما تحتفظش بيها زي OpenAI. ده اوبشن، اختيار. ممكن تقول له المعلومه اللي هديها لك دلوقتي ما تاخدهاش تتعلم منها، دي معلومه خاصه بيا. يقول لك خلاص انا مش هحفظها عندي في الهيستوري ولا التاريخ ولا كلام، خلاص تمام وما فيش ميموري. لكن ديب سيك ما فيش الاوبشن ده، هو بيقول لك انا اللي هتدهوني انا هاخده واستخدمه وما مش هتقدر تغير في الكلام ده. طب ما هو برضه انت مش مديني اوبشن للخصوصيه ولا للسريه، وفي الاخر انت بتخترق، وفي الاخر انت فاكر نفسك OpenAI، وفي الاخر انت شكلك سرقتها. فمعلش لا، انا اقول لك خليك حذر. تكنولوجيا ارخص بس يمكن الجوده لسه اقل شويه، فالصين نستنى عليها شويه. يعني الزخم الاعلامي والخبر الخاص بديب سيك كان لكونه لاعب جديد في السوق بالظبط، صيني بيناطح الاسامي الكبيره اللي هي تعتبر ما بين امريكيه او اوروبيه. مظبوط، فقط لا غير. هم كانوا محتاجين ده، الاعلام محتاج ده عشان الاعلام الاوروبي يقول لك الهيمنه الصينيه، الهيمنه الامريكيه هتتشال قريب. ونفس الكلام طلع مع ميسترال طلعت حاجه اسمها لو تشات الاسبوع اللي فات او من حوالي 4 ايام، برضو بقى رقم 1 على الابل ستور كداونلودز. فده معناها ان الناس عايزه الهيمنه الامريكيه تتكسر فقط لا غير. هل هي احسن تكنولوجيا؟ لا. فخلينا نعترف انه في ضجه اعلاميه غير مبرر اضافت له طبعا. لكن مثلا كاستخدام سهل ولا صعب؟ هو زي OpenAI بالظبط، هو نسخه منه زي ما قلت لك، كوبي بيست، نسخ ولصق، كوبي بيست، مفيش اي فرق. انا بقول في الحاله دي لا، روح للحاجه اللي انت يبقى عندك فيها ثقه اكتر. فانت عندك ادوات كتيره، عندك OpenAI، مش عايز OpenAI عندك لاما بتاعت ميتا، عندك كلود بتاع شركه انثروبيك، عندك جيميناي بتاع شركه جوجل، عندك ميسترال بتاع او لو تشات بتاعت ميسترال الفرنسيه، وعندك حتى فالكون اللي طالع من الامارات وده يدعو للفخر للعرب، وجيس اللي طالع من شركه G42. فكل دول بدائل. ديب سيك طالما عليه علامه استفهام خلينا نستنى لغايه لما العلامه دي تتجاوب في مرحله لاحقه، بس ما نروحش ليه عشان ارخص، والا هنبقى بنكرر نفس الغلطه بتاعت الصين. تروح تشتري العربيه بتاعت التسعينات ما تقعدش معاك سنه وخلاص، لكن تشتري العربيه الالماني هتقعد معاك 20 سنه. فخلينا نستنى شويه على الصين.
ايه اللي بيواجه اي فريق عمل عشان يعمل نموذج زي ده؟ يعني هل تفتكر ما كانش عندهم البادجت الكفاية علشان يقدروا ان يعملوا نموذج يقدر ينافس باستمرارية لدرجة النقل يعني او السرقة لحد فهمت. السرقة يعني؟ هم اولا في الموضوع اكبر من كده بشويه، انه رقم واحد هم ما عندهمش الادوات التقنيه اللي هو الهاردوير ايه بالعربي؟ هاردوير. ده سؤال مهم. بس اعتقد المستمعين عارفين يعني. اكيد عارفين يعني ايه هاردوير. فالهاردوير هو المهم في المودلز بتاعت الاي اي. فالهاردوير ده اللي هو نسخه او وحده معالجه البيانات اللي هو الجي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت، وحده معالجه البيانات الجرافيكيه او الرسوميه. هي دي السر في انه الموديل يقدر يتعلم ازاي. ودي امريكا طلعت قرار من فتره ان هي هتمنع تصديرها للصين. تمام؟ ده شبه الشيبس بتاعت تايوان والحرب بتاعتها. هي دي. اوكي. فدلوقتي تايوان عندها بعض الشركات اضطرت ان هي تعتبر نفسها شركة امريكية 100% عشان تديها المستلزمات المطلوبة للشرائح. الشرائح دي اللي هي وحدة معالجة البيانات. ده اهم حاجة في الاي اي عشان تبني موديل. فلما امريكا تقول للصين انا مش هديلك التكنولوجيا دي، فهم لازم يشوفوا البديل. فهم شافوا البديل. طب انا هسرق نسخة من نموذج وهروح للمعالجة البيانات اللي هم الجي بي يوز القديمة اللي عندي اللي أنا جبتهم قبل قرار منع التصدير، وهستفيد منها بطريقة ولا أخرى. ذكاء كويس، برافو، بس هي في الآخر سرقة برضو. فهم مش قادرين. هو تحايل يعني على تحايل. بيسموها يعني العقوبات أو اللي حصل لهم يعني. بالظبط. فده ماشي، برافو عليهم إن هم بيحاولوا. دي طريقة السرفايفل، طريقة إن أنت بس تعرف تعيش. أنت هتقفل على التكنولوجيا، أنا هتصرف، لكن مش هيقدر يكسب الجولة يعني. بالظبط. فعشان كده أنت عارف إنه اوبن اي اي هي عارفة إنها مسروقة. وسألوا سام ألتمان اللي هو السي او او المدير التنفيذي، قالوا له هل انت ناوي ان انت تقاضيهم؟ فقال لهم رد بصراحة ذكي جدا. قال لهم لا، لان انا مركز في التكنولوجيا بتاعتي اخليها احسن. انا لو رحت اتكلف فلوس ووقت ومجهود اقعد اقاضي كل الناس دي كلها، انا مش هصحى الصبح احاول اخلي التكنولوجيا بتاعتي احسن. ده برافو عليه. ده يعني إيلون ماسك عمال بيحاول ان هو يقاضيه، ومش عارف مين عمال بيحاول ان هو يقضيه. هو هيفتح على نفسه ان هو اللي يرفع قضية كمان على الصين؟ طب وليه؟ طب ما احنا عارفين ان انا بعد سنتين انا هبقى معدي بمراحل لان انا مبتكر. هم بيقلدوا. فانا خلاص سرق مني، طب انا هقفلها عليه، مش هيعرف يسرق تاني. وريني بعد سنتين انت هتبقى فين وانا هبقى فين. ده التنافس الحلو، ان هو انت عارف انه حد ممكن ينافسك بطريقة ملتوية. طب لا، طب انا هبقى احسن منك. فهو يعني انا عشان كده بقول لك ايه، انه ديب سيك الافضل ان احنا نتعامل معاه بحذر. تقدر تستخدمه في الحاجات البسيطة، بس انا بقول من وجهة نظري الشخصية بلاش تتعامل معاه في الحاجات المهمة. بلاش تديله بياناتك الخاصة، بلاش تديله بيانات شركتك. انا بصراحة هقول لك معلومة كمان. اتفضل. انا شلته من على تليفوني لانه لاز اثق فيه. ممكن ما اعرفش يسرق البيانات بالظبط في الباك جراوند شغال هو. بالظبط. فعملت ديليت للاكونت بتاعي الاول، وبعد كده عملت ساين اوف وعملت له ديليت للابلكيشن كله من التليفون. ممكن استخدمه اونلاين واكون عامل حذر. عامل حذر بالظبط ان انا بتعامل معاه ازاي، لان هو اللي عمل كده فيا. هو اللي اداني بيانات مره خاطئه، وبعد كده قال لي ان هو اوبن اي اي، وبعد كده في اختراق تم. فانا ليه اعمل كده؟ انا هسيب لينك الارتيكل بتاعت حضرتك عن الموضوع ده في وصف الحلقة، لأن المتابعين يحبوا أكيد يقروا يشوفوا الخبر الجميل ده، إنه اعتراف من ديب سيك إنه هو مش ديب سيك. بالظبط. وعلى فكرة طلع أنا مش لوحدي برضو الموضوع ده. يعني طبعا أحطها الناس تاخد بالها منها، بس لقيت إنه في ناس تانية كمان لقت نفس الحكاية، إنه هو بيقول نفسه إنه هو اوبن اي اي، إنه هو تشات جي بي تي حتى. فناس كتيرة حاولت بطرق، برضو الخبراء بيقدروا ان هم يوصلوا للمعلومة، بيوقعوا في شر اعماله. فان هو مش اول مرة يقول ان هو اوبن اي اي. فده حصل كتير. إن كده احنا فهمنا ابتدى ازاي وهو مقتبس وسارق، او ان هو متأثر بشكل كبير لدرجة انه تأسيسه كان على نموذج اوبن اي اي. خلينا نتكلم عن الجينيراتيف والنماذج دي كلها. لو خدنا مثلا جانب الاستخدام، لو هنتكلم في مجال البيزنس، هل الشركات تقدر انها توافق بشكل كبير وانها
تصدق على استخدام النوع ده من التكنولوجيا بشكل واسع من غير جارانتي ولا لحدود معينة؟ هقول لك، ده نوع من انواع الاعمال اللي هو بيحدد انت عايز تتوجه فين في المستقبل. لو انت عايز تبقى شركة رائدة في مجال الاعمال بتاعتك في البيزنس بتاعك، لازم النهارده تستخدم الاي اي. لازم، لانه الاي اي النهارده احنا اخترعنا اداة جديدة، احنا كبشر اخترعنا اداة جديدة ممكن تخلي حياتنا افضل ب10 اضعاف في المستقبل. فهو النهارده ده ما بقاش اختيار ان انت تاخد الاي اي في شغلك ولا لا. انت لو ما خدتوش انت اتاخرت، لو ما بداتش انت اتاخرت. يعني هل التأخير ده يعتبر تحدي لأي رائد أعمال؟ طبعاً، طبعاً. حتى كان صغير أو كبير. كل يوم بيعدي عليك ما بتستخدمش الاي اي، في حد تاني بيستخدمه وبدأ خطوة من ان هو يبقى 10 اضعاف. فهو لما يبقى 3 اضعاف انت لسه هتبدأ، فانت تبقى ضعف واحد بقى، خلاص هو عداك وسبقك. ففي مجال الاعمال وخصوصا الاعمال التنافسية اللي ما بيبدأش النهاردة لا ممكن يتأخر. انا بقول ان انت ابدأ واغلط وتعلم وخد المخاطر. في حاجة اسمها ريسك مانجمنت، إدارة المخاطر، لازم ان انت تتعلمها، بس بلاش تتسرع. هي دي النقطة. في ناس بتتسرع النهاردة، عايز يحط كده علامة بيقول انا عندي AI، ذكاء اصطناعي موجود، فبيتسرع ويختار تكنولوجيا خاطئة، بيتسرع ويشوف حاجة مناسبة، مش متوافقة مع شركته، كالكالتشر بتاعته، الثقافة الداخلية للشركة، مش البيزنس اوبجيكتيف بتاعته، التوجهات او الاهداف اللي هو عايز يوصل لها. فللأسف التسرع ده ممكن يسبب لمشاكل. فالافضل ان انت تبقى عندك استراتيجية. انا النهاردة اديك انت وانت بتقدمني، انا استشاري استراتيجيات الذكاء الاصطناعي. تفتكر الشغلانة دي كانت موجودة من سنتين؟ لا. طب انا ليه خدت المخاطر ان انا اخد الاي اي والذكاء الاصطناعي يبقى الحاجة اللي بتأكلني عيش؟ مش ده واحدة من انواع الريسكس، لان انا شايف المستقبل رايح فين. وشفت كمان انه في فجوة او جاب، انه في ناس كتيرة عايزة الاي اي، عايزة تنفذ الاي اي عندها، بس هم مش عارفين ازاي. طب خلاص انا هاجي اساعدكم، بس مش من ناحية التكنولوجيا، لا احنا نبدأ هو انت عايزه ليه؟ هل انت عايز تحسن الانتاجية، ولا عايز تزود الربحية، ولا عايز كاستمر سيرفيس او اللي هو خدمة العملاء تبقى احسن؟ نفهم دي الاول، بعد كده ندخل في تفاصيل الاعمال بتاعتك. إدارة الأعمال دي واحدة، الجزء التاني هو البيزنس بروسس بتاعتك أو اللي هو خطوات سير العمل، نهتم بيها الأول، وبعد كده هنطلع من دول أنت محتاج الاي اي فين. فده اللي هو عدم التسرع، يبقى عندك استراتيجية. جزء من الاستراتيجية مثلا إن أنت يبقى عندك مكان بتحط فيه الأداة بتاعت الاي اي، بتحط فيها التول المناسبة. طب بكرة طلع تول أحسن منها، خلاص ماشي، شيل دي وحط واحدة تانية مكانها، أرخص أو أحسن أو أسرع. اوكي. لما يكون عندك استراتيجية تقدر تعمل كده. لو انت متسرع هتاخد تول للاي اي او اداة للاي اي وتحطها عندك وتبقى معتمد عليها بنسبة كبيرة ما تقدرش تغيرها. فعشان كده بقول للناس انه اهتم بالاي اي، دخله عندك في الاعمال، دخله عندك في حياتك، هتبقى حياتك افضل بسبب الاي اي. انا النهارده بستخدمه عشان الدايت والنيوتريشن والتغذية، بيديني معلومات جيدة جدا لان هو جواه في خبير تغذية. بستخدمه للورك اوتس والرياضة، بقول له ان انا النهارده عملت قد ايه وبكره اعمل قد ايه، وبيقول لي ريح يوم كذا. ممتاز. بستخدمه ان انا بتعلم اسباني حاليا مثلا، حبيت ان انا اتعلم اسباني، باخد معاه حوار بالاسباني. كوم استاس. بيان جراسيوس. ده المهم ان انت تستخدمه لتحسين اعمالك، لتحسين حياتك. ما تتاخرش، ولكن في نفس الوقت ما تتسرعش. ما تروحش تبني ادوات للاي اي وتكلفك فلوس من غير ما تكون عندك استراتيجيه انت هتعمل بيها ايه. من سنتين ما كانش فيه تخصص حضرتك، تمام. يجيبني للسؤال الشائك والشائع في اذهان الجميع، يعني exaggerating، مبالغتي، لان ما بقاش بس في اذهانهم، لا بقى في كل مكان. هو هيبطل اشغال معينه ولا هيخلق اشغال معينه؟ ده اللي بيسموه السؤال $1,000,000 صح؟ خليني مليار بقى احنا سؤال مليار بالظبط، بقاله كتير فعمال بيزيد. خليني اطمنك وهقول لك قصه. من حوالي 120 او 150 سنه كده كان في مصانع للعربيات، السيارات، مصانع لانتاج السيارات بتطلع جديد. كان لسه موضوع السيارات ده حاجه جديده. في خلال حوالي 20 سنه فقط من بعد بناء مصانع السيارات، في اكتر من 600,000 واحد في امريكا فقط
خسروا اشغالهم. عارف ليه؟ كانوا بيشتغلوا مع الخيول. بيعرف اللي هو الكارت اللي هي بتبقى موجوده، الكارير او الكارتة دي ولا اسمها ايه مش عارف، الكارت بالظبط. دول خسروا شغلانتهم 600 ألف واحد على مدار حوالي 10 أو 20 سنة. بس في نفس 10 ولا 20 سنة في 6.5 مليون شغلانة جديدة اتفتحت في مصانع السيارات. معظمها مش كلها كانت الناس اللي عرفت ان هي في تهديد بسبب ان هم بيشتغلوا مع الخيول، وقرروا ان هم يتعلموا حرفة مختلفة فراحوا يشتغلوا في الأماكن التانية. في ناس منهم قرروا ان هم يوقفوا التعليم، لا انا خلاص انا الخيول هي حياتي، انا ما خلاص مش هشتغل في الخيول، ما اعرفش اتعلم حاجة جديدة. طب ما خلاص، طب ما انت الخطر جاي لك. فالناس اللي النهاردة خايفة من هو هيتاخد منها شغلانتها، أنا هسأله هو أنت شغلانتك إيه؟ أنت بتبص على صورة وتاخد الكلام اللي فيها تحطه في نموذج قدامك وتعمل سبميت إرسال؟ طبعا ال AI هاخد شغلانتك طبعا. لكن لو أنت مهندس شاطر، لو أنت شغال في الماركتينج في حتة حلوة بتشغل دماغك فيها، لو أنت بتشتغل بروجرامر حتى وبتكتب كود بس بتشغل دماغك فيه، كل الحاجات دي كلها ال AI مش هيجي ياخد مكانك. تفتكر مين اللي ممكن يطلع أحلى جرافيك ديزاين عن طريق ال AI النهاردة؟ اللي عمره ما لمس الجرافيك ديزاين ولا الجرافيك ديزاينر اللي هو اللي بقاله 10 سنين شغال فيه؟ مين هيطلع نتائج أحسن؟ اللي عنده الخبرة طبعا. بس كده، فده مش هياخد منه شغلانته. كمان يعني اللي عنده الخبرة وعنده كرياتيفيتي، يعني عنده كده تفكير معين كده طبعا. ففي ناس بيقولك الجرافيك ديزاين دول هيبطلوا وهيقعدوا في البيت. لا، ما هو انت مش كل واحد هيدخل على أداة من الأدوات ال AI ويكتب له كلمتين ويطلع اوتبوت. الاوتبوت ده هي ممتاز، لا الاوتبوت ده في الاول هيبقى حلو، لكن بعد كده هتلاقي ان انت محتاج خبير وواحد زي ما انت قلت عنده كرياتيفيتي، عنده ابتكار. فهتلاقي مع الوقت انه اللي بيكتب كود عن طريق الاي اي واللي بيكتب كود عشان هو اصلا مبرمج، لا في فرق شاسع ما بينهم. فالنهارده الاي اي جاي يحسن من شغلانتك. هقولها بالانجليزي برضه عشان لسه قايلها في سبيتش كنت بقولها AI will take your job to the next level. فما تخافش. وقفت لحد ما بالظبط. انا سبتهم لمده ثانيتين كده. فهو الاي اي هيساعدك تطلع لقدام، فاستخدمه بالمنطلق ده. في ناس في عندها تهديد في الاشغال، نعم، لو انت مش هتتعلم حاجه جديده هيهددك. طبعا هيهددك. لو انت شغلانتك بسيطه جدا وانت راضي بحياتك كده، ان انت شغلانتك بتاخد من اليمين تحطها في الشمال، لا الروبوت هيجي ياخد مكانك والاي اي هيجي ياخد مكانك. بس لو انت بتاخدها من اليمين للشمال وتتاكد من الجوده وتبتكر حاجه في شغلك كل يوم، طبعا انت الاي اي ده هيكون صديقك، افضل صديق ليك، لانه هو هياخد شغلانتك لمراحل متقدمه، بيحسن من مهاراتك وقدراتك في الشغل. مظبوط. فالاي اي لا مستقبله جميل، بس احنا محتاجين ان احنا نركز في حته ان احنا نتعلم كل يوم حاجه جديده. تفتكر انه تأثيره كبير على حياة الأفراد وبعدين هيبقى على الشركات، ولا لو الأفراد عندهم هم الويل to use it أو to change أو حتى أنه يطوروا من نفسهم، ولا التأثير جاء في الصدمة؟ يعني أنت شايف أنه تأثيره في الصدمة ولا تأثيره في أنه يساعد الأفراد وبالتالي الشركات والشغل بصفة عامة؟ يعني خليني أخدها مرحلتين، اللي هو المستقبل القريب والمستقبل البعيد. المستقبل القريب هو الناس لسه متأثرة بالصدمة، فحاسة ان هو كل الناس بتتكلم على الاي اي اللي هو خلاص انا زهقت، انا بفتح التلفزيون الاقيه، بفتح الانترنت الاقيه، بفتح الحنفية الاقيه، فاهم؟ فاللي هو انا زهقت من الموضوع ده، انا خلاص كفاية يا جماعة، ابعدوا عني كلمة اي اي. ده في المستقبل القريب ان هو الناس لسه مش هتستخدمه كتير في حياتها، بس هو موجود وفي بعض الناس هتستخدمه، والناس اللي هي بتستخدمه حاليا هتشوف ان في فرق في حياتها. ده لما بيسافر بيحط خطة وبيحط برنامج للسفر بيخليه يعني ممتاز. طب ما أنا عايز ده، طب ما هو التول موجودة، انت بس اللي رافض تستخدمها. طب التعليم، انا النهاردة ممكن اتعلم معاه زي ما قلت لك برضو موضوع الاسباني، انا بتكلم معاه اسباني، طب ما هو بيقول لي على فكرة انت قلت الكلمة دي غلط. طب لما انت يكون معاك مدرب للغة ومعلم للغة في جيبك، يبقى انت فاضل قوة الإرادة بتاعتك. انت عايز تتعلم حاجة جديدة ولا لا؟ يعني ده تحدي في حد ذاته. بالظبط. للأفراد. ده تحدي للبشر، ان انت بقى عندك
من زمان اصلا انا معيش فلوس اخد كورس لغه. طب ده بقى الكورس بقى بلاش وفي جيبك، وريني هتعمل ايه. هل ده يخلينا نتكلم على ازاي نوعي الافراد انها تستخدمه صح؟ انا بصراحه شايف ان انا شخصيا انا ضد ان هو فكره استخدام الاداه تمشي عليها اللي هو 1 2 3 أو 7 خطوات عشان تطلع أحسن أوتبوت. بأمانة يعني أنت النهاردة موضوع البرومبتنج ده اللي عمال كل الناس بيقول لك هي دي أحسن طريقة للبرومبتنج، وبص ما تستخدمش دي وما تستخدمش دي. أنا بصراحة يعني شايف إن الناس دي بتبالغ، وإن ده مش طريقة التعليم الصح. لو أنت ما تعرفش إزاي تعمل برومبتنج اسأل ال AI أنت عايزني أعمل لك برومبتنج إزاي، هيدي لك هيقول لك التفاصيل. لكن في ناس النهارده بتبيع كورسات ازاي تعمل برومبتنج. بامانه لا، ما تدفعش ولا مليون في الكلام ده. وفي كورسات بتقعد شهر، ده انت على ما تخلص الشهر ده تكون التول اتغيرت وبقت احدث ومش محتاجه البرومبتنج. كورس قدم يا استاذ. الكورس قدم خلاص. بالظبط. فانا بصراحه مش عايز اشجع الناس ان هي تهتم بكيفيه الاستخدام، انا عايزه يفكر في كيفيه التفكير. انت دلوقتي بتتعامل مع واحد محتاج منك دقه في كتابه البرومبتنج ده. فكر قبل ما تكتب، ولو كتبتها وحاسس ان هي مش مظبوطة قوي حاول تاني وتالت ورابع. بمعنى اصح انت عايز تتعلم صح، جرب. شمر هدومك وادخل بايدك، جرب الاداة دي والاداة دي والاداة دي، وشوف انهي واحدة مريحاك وانهي واحدة انت اتعلمت فيها. لكن انت قاعد مستني كورس ولا قاعد مستني واحد يقولك تعمل ايه، طب ما انت كده ما بتتعلمش. يعني حضرتك تقصد كده انه الستايل القديم التلقيني، التعليم التلقيني اللي هم معتمدين عليه نسبة كبيرة من البشر، للأسف مش هتلاقي النتيجة الكويسة لو انت طبقته مع نماذج الذكاء الاصطناعي. برافو عليك. هو ده مش بس في نماذج الذكاء الاصطناعي، دي في أي معلومة مستقبلية. أكتر حاجة لازم تتغير في الوقت اللي احنا فيه هو التعليم كان زمان قايم على ايه؟ على الذاكرة. أنا بدي لك المعلومة عشان احتمال تحتاجها بعد 2 3 أو 5 6. النهاردة أنا ليه عندي واحد بيشتغل في السايكولوجي، علم النفس، بس هو درس الجبرا وجيومتري وجبر وهندسة هل فادته في حاجة؟ لا. بس هو لما اتعلمها أيام المدرسة خدها عشان اللي اسمها جاست ان كيس، في حالة لو استخدمتها تبقى متعلمها يا ابني. ده ليه؟ لأن احنا كنا بنعتمد على الذاكرة. لكن النهاردة احنا مش محتاجين الذاكرة، المعلومة اللي انت عايزها موجودة في جيبك. فلو انا النهاردة محتاج معلومة، انا هاخد 3 ثواني عشان اوصل المعلومة، ليه احطها في ذاكرتي من بدري؟ فالتعليم كنظام عموما لازم يتغير. لازم ننقل من اللي هي جاست ان كيس، اللي هو في حالة ان انت محتاجها، لحاجة تانية اسمها جاست ان تايم، انا محتاجها دلوقتي. خليني اقول لك على حكاية مضحكة. انا لقيت نفسي بسرح، انت عارف بقى السوشيال ميديا وانستجرام والتيك توك والحاجات دي تقعد، ممكن انت لو ما مسكتش نفسك ممكن تقعد عليها ساعة مثلا. فلقيت نفسي حد كان بعت لي حاجة على انستجرام، رحت فاتح واتفرجت عليها، فبعمل سكرول كده بطلع لفوق، لقيت فيه فيديو انه انت ازاي to survive in the jungle، ازاي ان انت ممكن يعني تفضل عايش في الغابة. تخيل ان انا قعدت حوالي، طبعا لا لينك على يوتيوب، رحت رايح على اليوتيوب وقعدت اكمل قصة طويلة، قعدت حوالي مثلا 8 دقايق بتفرج علي ان ازاي ان انا افضل عايش في الغابة. بعد كده انا وقفت نفسي، هو انا محتاج ليه اتفرج على المعلومة دي؟ ده انا عايش في الامارات، يمكن تسافر. ده انا عايش في الامارات وما عنديش اي خطة ان انا اسافر حاليا، ولو هسافر مش هروح الغابة. انا هروح المدينة. انا عايز اتفرج على برج ايفل، ولا عايز اتفرج على يعني تمثال الحرية، مش هروح الغابة. وطب لو حصل هروح الغابة، هجيب المعلومة دي جاست ان تايم، قبليها بيوم هتفرج على الفيديو انه ازاي تقدر ان انت تعيش في الغابة. ده الخلاصة كده بفكرة انت محتاج المعلومة النهاردة ليه؟ محتاج المعلومة عشان تحطها في ذاكرتك عشان احتمال تحتاجها؟ اقول لك لا، وفر على نفسك الذاكرة دي، انت مش محتاج، المعلومات كلها في جيبك. ده ما كانش موجود على فكرة من 30 سنة. من 30 سنة ما كانش في حاجة اسمها انترنت. لسه احنا كبشر بنتأقلم على الوضع الجديد، ان انت نظام التعليم لازم يختلف، نظام المعلومات وانت بتستقبلها ازاي لازم يختلف. فانت دلوقتي لازم توجه حياتك في اتجاه مختلف، انت تاخد المعلومة لما تحتاجها فقط لا غير. فما تقوليش النهاردة في كورسات للاي اي ممكن تقعد 3 شهور، اقول لك ما انتش محتاجها، ما تعملش بيها حاجة، لكن جرب بإيدك
ولما تحتاج المعلومة هتلاقي 500,000 كورس للحاجة اللي انت عايزها. لو انت شغال مهندس ومحتاج ال AI يساعدك في الهندسة، في شروحات كتير اونلاين. ركز في دي فقط لا غير. مالكش دعوة ازاي تعمل فيديو بالاي اي وازاي تغير صورتك تخليها شبه براد بيت. سيبك من الكلام ده دلوقتي، ركز في شغلك وتعلم باي دوينج. اتعلم بالتعلم الحقيقي. شمر وادخل وابدأ، لكن ما تقعدش تدور على الكورسات وبتاع، وما توجعش دماغك زيادة عن اللزوم، لانه الهوجة اللي موجودة دلوقتي هي الصدمة. فانا بقول للناس كلها اهدوا، الاي اي مع الوقت هيبقى اسهل. هو انت خدت كورس ازاي تتعامل مع الانترنت؟ لا. هل خدت كورس ازاي تفتح الايميل؟ هل خدت كورس ازاي تستخدم ايفون ولا سامسونج؟ ما خدناش كورسات في الكلام ده. فليه الاي اي لازم ناخد له فيه كورس دلوقتي؟ الموضوع هيبقى اسهل مع الوقت. هيكلمك بلغتك، مش هيكلمك بس انجليزي ولازم تعلم انجليزي، هيكلمك بالعربي وباللهجة بتاعتك. بالظبط. فهو الموضوع بيبقى اسهل مع الوقت. فانت مش محتاج تركز في دي، انت محتاج ان انت تشوف تبتكر ازاي تستفيد منه لشغلك، مش ازاي تستخدمه فقط لا غير ونقطة على السطر. قلق الناس من الخصوصية مش برضو نوع من المخاطر على استخدامه واستمراريته في المستقبل كنموذج أو كأكتر من نموذج؟ حقيقي، بس أنا يعني هقولك على حاجة مفاجأة شوية. الخصوصية ما بقتش موجودة خلاص، كل المعلومات الخاصة بيك أنت موجودة أونلاين. يعني تقصد حضرتك إنه عشان إحنا فتحنا الباب للمعلومات إنها تخرج؟ بالظبط. اوكي. لانه النهارده الاي اي هيقدر يشوف السيلفي اللي انت خدتها وحطيتها بنفسك على الفيسبوك ولا الانستجرام، هو الحيطه اللي وراك دي في شارع ايه، فهو عارف انت كنت موجود فين، عارف الساعه كام، وممكن كمان يكون عارف انت اكلت ايه. الاناليسيس دي او التحاليل دي بقت اسهل بكتير في عصر الاي اي. فانا بقول لك الخصوصيه راحت. لو انت قلقان من حاجه ما تستخدمش اي تكنولوجيا، لكن لو انت مش قلقان من حاجه اعترف ان الخصوصيه راحت. لكن اختراق نموذج الديب سيك والبيانات الخاصة بالشركات والأفراد اللي قدروا إن هم 100% تقدر إنها تتاخد في الخبر، هل ده ما يخليناش نفكر أكتر أنا بغذي النموذج بإيه كشركة مثلا أو كفرد؟ عشان كده الأفراد أنا بحذر مرة تانية، لو أنت هتستخدمه لشغلك لازم تتأكد أن شركتك أو الجهة الحكومية اللي أنت بتشتغل فيها أو الهيئة اللي أنت بتشتغل فيها موافقة على الاستخدام. لأنه في طرق مع الشركات الكبيرة أن أنت تعمل معاهم اتفاقية أن هم بيوفروا لك حاجة اللي اسمها private cloud. private cloud دي أن هو في مكان اللي هو عن طريق الحوسبة السحابية، أنه ده بيبقى خاص بشركتك فقط لا غير. دي فيها بياناتك فقط لا غير. زي مثلا شركة مايكروسوفت عاملة كوبايلوت ده داخل على الكلاود بتاعت ايجور كلاود اللي هي بتاعت مايكروسوفت. فيها بياناتك الخاصة بيك انت فقط لا غير. ده ملهاش علاقة بالبيانات العامة اللي هي البابليك انفورميشن. فبيدي لك الاي اي تول او الاداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بمعلوماتك فقط هنا. فلما تديها الملف الاكسل الخاص بيك وشركتك للاداة دي، انت ضامن ان المعلومات بتاعتك جواها. طبعا انت عندك حق برضه ان انت تقول هل انا عندي ثقة في مايكروسوفت ولا لا، ممكن، ده سؤال تاني. ده سؤال بس على الأقل أكبر. البلو سكرين اللي شفناها في المطارات دي قصة تانية. فبس على الأقل الناس دي طلعت وقالت احنا شركة كبيرة واحنا بنحترم الخصوصية. طب ماشي، لكن ديب سيك ما عملتش كده. فعشان كده بقول لك خلي الناس تبقى حذرة شوية، بس شوف توجه شركتك ايه في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجال الذكاء الاصطناعي، والتزم بده من غير ما تروح تتصرف من دماغك عشان ما تسببش لشركتك في مشكلة. أما الخصوصية الفردية فأنا بقول لك إنها مع الوقت بتتلاشى. فاللي هو الناس اللي بتعمل حاجة خايفة منها إنها تبقى معروفة، لا خلي بالك إن هو كل حاجة هتبقى معروفة. فأنت حط قفل على الباب واعمل السكيورتي عندك في الباب، لأن كل الناس عارفة تقريبا أنت ساكن فين من الصور اللي أنت حطتها ومن طلبات الدليفري ومن ما اعرفش لو انت بتتصور في بلكونه مثلا ولا، دي المعلومه دي معروفه خلاص. فانت خايف من الخصوصيه ان معلوماتك موجوده بره، خلاص انت احمي نفسك بطرق اخرى. بس بالنسبه للوقت اتكلمنا عنه كتير. النماذج ديت بتوفر الوقت ازاي؟ يعني تقدر انها تساعدني في جزئيه اداره الوقت وتنفيذ المهام الاكتر من مهمه ازاي؟ لا دي بقى محتاجة ان كل واحد يبتكر حاجات جديدة. يعني انا مثلا انا بحب الكتابة ورقة وقلم،
فبدخل اجتماعات مع العملاء بتوعي بحب notes. اكتب ورقه وقلم. آه. عارف يعني دي بحبها اكتر من ان انا اقعد اعمل تايبنج على السكرين او على الشاشه كده. بحب الورقه والقلم اكتر، بتساعدني على التفكير. طب انا لما بخلص اليوم والاجتماعات دي بروح رايح مصور دي ومديها لتشات جي بي تي وبقول له طلعها لي تكست، طلعها لي نسخه ديجيتايزد رقميه، بيجيبها لي مظبوطه جدا لان انا كمان بكتب بالانجليزي مثلا، فهو فاهم دي. بس في ناس جربته بالعربي وبرضه طب ما ده وفر عليا لان انا خدت المعلومات دي كلها حطيتها بقى في ملفات الاكسل وحطيتها في خطط العمل وحطيتها في البرزنتيشنز اللي هي العروض التقديميه. ده مثلا خد مني ساعه اقل كل يوم، انه البيانات اللي انا بكتبها دي مضطر ارجع تاني اكتبها بطريقه مختلفه. لا خلاص، ده مجرد مثال بسيط. في ناس بتستخدمه لأكتر من كده. انت عندك ملف اكسل في مثلا خلينا نقول الميزانية الخاصة بيك الشخصية. طب انت ممكن تشيل منها المعلومات الشخصية، ما تقولش انها دي بتاعت مين وبتاعتك وبتاع. دخل انت الميزانية الشخصية دي على اي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي اللي انت تثق فيها. يعني خلينا نقول مبدئيا دلوقتي هكمل الأمثلة دايما بتشات جي بي تي. تمام، دخلها عليه وقول له ايه اللي انا مش واخد بالي منه، بس سيبه هو اللي يفكر. فهيقول لك بص، واضح كده ان الميزانية انت ما اهتمتش بالجزء الخاص بالصحه شويه مثلا، ما حطيتش حاجه هنا. وبيقول لك انا شايف ان انت بتصرف فلوس كتيره مثلا على التدخين او بتصرف فلوس كتيره في الاكل. طب لو انت فكرت تعمل كذا مش ده يكون احسن لك؟ انت اساله ازاي اوفر في الميزانيه دي 15%، اسمع منه افكاره. حلو. اعتبر دلوقتي الاي اي اداه مش بس لتوفير الوقت، اعتبر ان انت معاك واحد استشاري خاص، ومش بس كده، ده معاه دكتوراه. استشاري عنده حاجه بتاعت 50 سنة خبرة ومعاه دكتوراه وفي جيبك عيش. يعني مش ممكن نقول للناس ان هو مش بديل لجوجل سيرش بار؟ لا 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 لا، دي حاجة تانية خالص. ما عشان كده بقول لك، هو انت عندك استشاري خاص بيك وذكي جدا معاه دكتوراه، ولكن انا بس بطلب طلب من كل الناس انه اللي هو بيطلعه لك ما تصدقوش 100%. شغل اللي هو اللي اسمه كريتيكال ثينكينج او اللي هو التفكير النقدي. التفكير النقدي. فانت شغله ان هو اللي طالع ده هل أصدقه 100% ولا أسأله تاني ولا أدخل معاه في أسئلة أكتر عشان أعرف هو وصل للمعلومة دي إزاي. مش مسلم يعني، ما بالزبط. زي أي معلومة بتاخدها بالزبط. بتشك فيها وبتدور وراها يعني. بالظبط. بس للأسف التفكير النقدي ده أو الكريتيكال ثينكينج الناس ما بتستخدموش كتير، هي بتاخد الحاجات مسلمات. فأنا بقول إن دي أهم سكيل أو أهم مهارة محتاجينها في المستقبل، إن إحنا نفضل مشغلين الكريتيكال ثينكينج. وده اللي خلى حضرتك وخبرة تانيين يدعبسوا ورا ديب سيك ويطلعوا من هو كان في حصة من حصص AI. بالظبط. إن هو كان تلميذ بس تلميذ مش شاطر قوي يعني. وفي الآخر قال لك أنا صاحب المدرسة. فهو بس دي أهم حاجة. لكن غير كده استخدم ال AI للاستخدام الشخصي، هتستفيد منه كتير طالما انت مشغل الكريتيكال ثينكينج بتاعك، طالما انت بتهتم ان المعلومة دي لا انا اتأكد منها مرة ولا اتنين. ولكن غير كده استخداماته ممكن تبقى عديدة. يعني انا مشجع للاي اي من الناحية الجيدة بتاعته، لانه انا شايف الانظمة والمبادرات اللي ممكن تحصل في القريب، اللي هو بلاش اسميها القريب، في المستقبل البعيد اللي هو بعد 5 سنين من النهاردة. الذكاء الاصطناعي ممكن يوصل البشرية لمرحلة من رفاهية ورخاء احنا ما شفناهوش قبل كده على مدار آلاف السنين. أنا هرجع لنقطة المستقبل ديت، لكن حابب أسأل لنقطة تانية خاصة أكتر بريادة الأعمال. من كلام حضرتك على الطرق السليمة، لو أجاز التعبير، لاستخداماتنا وإن احنا نقدر نشغل دماغنا فالاستخدامات السليمة والصح لنماذج الذكاء الاصطناعي، ياخدني للسؤال اللي جاي الخاص بريادة الأعمال. إزاي شركة ستارت اب تقدر إنها إمكانيات ممكن تكون في البداية مش كبيرة تقدر إنها توظف النوع ده من التكنولوجيا؟ وهل الحركة ديت أو الانيشيتيف ديت إن هم يوظفوا الذكاء الاصطناعي من البداية هتساعدهم فعلا إن هم يتطوروا؟ طبعا ده من أحسن المجالات اللي ممكن تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. لأنه مثلا هدي لك أكتر من مثال إزاي في ريادة الأعمال أو أنت بتنشئ مشروع جديد أو شركة جديدة أو حتى فكرة جديدة. رقم واحد إنه الهيكل التنظيمي ممكن يكون عامل إزاي. لو أنت ما عندكش خبرة هتسأل، فهو هيجيب لك أحسن النماذج للشركات الناشئة. لما بدأت كان الهيكل التنظيمي عامل إزاي، يبقى عندك مديرين عاملين إزاي، تهتم بإيه في الأول وتهتم بإيه بعدين. طيب لما أجي أوظف ناس، أنا ممكن أديله السي في وأقول له هل ده مناسب لشركتي أنا ولا لأ.
اللي بتعمل كذا وكذا اللي بتعمل كذا وكذا. وكذا. طبعا انت لازم هتديله المعلومات دي. بعد كده انت عايز تعمل اللي هو بيزنس بلان او خطة الاعمال، هيدي لك ممكن ل3 سنين ممكن يكون ازاي، و5 سنين ازاي. بس انا باكد تاني، ده مساعد وليس ان انت تقول له اعمل لي بيزنس بلان وتاخدها زي ما هي. لا، هو هيدي لك 50 ل 60% من الشغل، الباقي الدور بتاعك انت. بس لو حد وفر عليا 50% من وقتي، طب ما ده ممتاز. اديله الارقام بتاعتك المستقبليه وقول له تحداني، قول للذكاء الاصطناعي والاي اي تحداني ان انا ممكن ايه اللي ما يخلينيش احقق الارقام دي. هيدي لك مخاطر ويقول لك انت يمكن نسيت النقطه دي، او لو حصل كذا في السوق او في الماركت ممكن يأثر عليك. طب ما انت كده عرفت تعمل ايه، التحديات اللي ممكن تواجهك. طبعا مش عايز اقول ان هو ممكن يكتب الكود وبتاع الكلام ده، يعني لا، دي محتاجه حد برضو ايه تقني يقدر يخليه هو اللي يوجه الكلام. يعني ما تسترخصش قوي يعني. يعني برضو يعني البادجت اللي وفرتها عين حد بالظبط. يعني انا شايف دايما ان هو يبقى مساعد للبشر، يوفر عليهم من 40 ل 50% من وقتهم، احسن بكتير ان هو يبقى بديل للبشر. فانت استعمله كاستشاري خاص بيك في ريادة الاعمال. ايه احسن طريقة ان انا اعمل فيها اتفاقية اجريمنت ما بيني وبين الشريك بتاعي؟ هيروح قايل لك من الناحية الليجل، الناحية القانونية، خلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا. طب حد بعت لي اتفاقية، دخلها على الاي اي كده وشيل بس الاسماء شركتك والشركة التانية، شيل الحاجات دي وقول له طلع لي لو في حاجة انا المفروض اخد بالي منها خطر عليا في الاتفاقية دي. فيقول لك خلي بالك، ده انت لما تمضي معاهم انت بتديهم حقوق الملكية. اوبا، لا، انا مش هدي لك حقوق الملكية، الحقوق الملكية دي بتاعت انا مثلا. انا بدي امثله. فالاستفادات ممكن تكون كتيرة جدا لريادة الاعمال والشركات الناشئة. وكمان ممكن يساعدك على فكرة في الافكار. قول له اديني مثلا 5 افكار ازاي احسن من المنتج بتاعي، والمنتج بتاعي هو كذا كذا كذا، واديله الحاجات دي كلها. هيدي لك افكار، وممكن ما تعجبكش الافكار، اقول له لا، فكر ديبر، او فكر بطريقه مختلفه، او طلع لي افكار تفيدني في ال10 سنين اللي جايه مش النهارده. لا، هو كويس في دي. اجمل حاجه هي طريقه التفاعل صراحه مع النماذج كلها. صح. ان هو يعني يقدر يرد عليك بانه مثلا ما تقدرش تلتزم بده، اذا عندك حاجه تانية تقولها لي انا ممكن اجاوبك اكتر. يعني دايما حته ان الباب الموارب عكس الطريقه القديمه في التعليم، ان ساعات بيكون انت قدامك الكتاب ده، المعلومه المكتوبه مش هتروح تكلم كمان فيها تاني المؤلف. صح. تستنى بقى لحد ما تناقشه في يوم، او حتى ما ينزل كتاب تاني، او تدور في مكتبه تانية في نفس الجزئيه تلاقي رأي تاني. فالميزة اللي أنا يعني حابب نتكلم عنها هي الجزئية بتاعت إنه تقدر إنك تتكلم معاه وتلاقي الإجابة وتناقشه فيها ويطلع لك إجابة تانية، وفي الآخر أنت اللي بتحكم. طب أنا أقول لك حاجة بس خدها بكأنها نكتة. اتفضل. إن إحنا هو حاليا متعاون وبيسمع الكلام، استفيد من ده، لأن إحنا ما نعرفش في المستقبل إيه اللي هيحصل بصراحة. ممكن يتحول يتشرس. فإحنا خلينا دلوقتي نستفيد إن هو بيسمع الكلام ومتعاون، ويعني جميل حتى الآن. يعني حتى لو هاجمته هيقول لك لا تمام، أنا آسف وحقك عليا وبتاع. فخلينا نستفيد من الفترة دي. عندك حق. الإجابة ديت ممكن تخلينا أسأل، هو ممكن يدخل في موضوع ليه علاقة أكتر بالترفيه؟ لأنه هو شوية الناس حصرة النماذج في البيزنس، أو أنه مساعد شخصي بيتسأل في حاجات وبيرد عليها. بس مثلا في عالم الجيمنج أنا بشوفه مرعب، يعني احتمالاته لا تنتهي لفرضيات أماكن اللعبة فين والتفاصيل اللي جوه الألعاب. مش ناس كتير بتتكلم في الموضوع، مع إن ده بيزنس قوي جدا ومسلي جدا. لا، بس هو ابتدى على فكرة يبقى موجود. يمكن خليني أقول لك، أنا عشان زي ما قلت لك أنا شغلي الشاغل دلوقتي هو الاي اي، فأنا دايما مطلع في ايه الجديد. لا، هو في الترفيه يمكن في الفترة اللي جاية هيبقى أكتر شوية من مجال الأعمال. الناس بس شافته بيغير صوت أم كلثوم بيغنيها تغني كونان. لكن دلوقتي في أدوات اي اي تقدر تحط صوتك وهو هيطلع لك أغنية بصوتك انت من الكتابة اللي انت بتكتبها. ولو انت مش عارف تكتب قول له اكتب لي، فانت بتديله نبرة صوتك فقط لا غير، وفجأة انت بقيت مطرب. فلو انت
مش هقولك ان انت الكلام ده ممكن تستخدمه بشكل تجاري لانه صعب شوية، بس مثلا لو خلينا نقول تبعتها لزوجتك، تبعتها لاختك، تبعتها لحد قريب منك. كلنا بنتسأل السؤال ده. ممكن تغني يقولك مش عارف، ما اعرفش. فانت ممكن تعمل حاجة زي كده، ان هو مثلا في عيد ميلاد حد تبعت له بصوتك انت اغنية مكتوبة كلماتها مخصوص ليه او ليها، تبعتها لبنتك، لزوجتك، لاختك، حاجة جميلة، وده بصوتك، بنبرة صوتك، وهو اللي كاتب الكلمات وانت بس وجهته بكلمتين 3 يعمل ايه. طب ما ده جانب ترفيهي تقدر تستفيد منه، وعلى فكرة ممكن يكون النهاردة موجود وببلاش كمان. في جانب تاني ان انت ممكن تديله شوية صور ويروح مطلع لك ان انت السوبر هيرو وان انت بتحارب الاشرار وبتاع وكلام، برضو جانب ترفيهي. كنا زمان بنخاف ان هو لا وياخد صورتي ويتعلم وبتاع، خلاص ما انا بقول ده تو ليت، خلاص انت صورتك موجودة واتحللت ومعروفة كل حاجة. احنا بقينا في العصر ان هو الخصوصية بتاعت صورتي والفيديو انساها، صورتك خلاص موجودة وهيطلع واحد شبهك وبيعمل حاجات انت مش موافق عليها، وانت لازم تكون عارف ان المستقبل ده جاي، فانت بس خليك حذر منه. لكن غير كده الانواع الترفيهية سواء في الجيمنج هيبقى بعد كده ان انت بتكتب في المستقبل، بتكتب انت عايز الجيم يبقى شكلها عامل ازاي وتدخل تلعبها. فانت هتكريت يور اون جيمز، انت هتعمل الالعاب الخاصه بيك في المستقبل. ومش بس كده، ده انت هتبقى ماشي وهتلاقي فيه كاركتر، فيه هتلاقي الشخصيات اللي موجوده، وهتاخد معاها حوار وتتكلم معاهم بالصوت وتقول له طب ما تقول لي نكته، وهيرد عليك ويقول لك نكته. او المفروض امشي على الباب اليمين ولا الشمال، وهيقول لك خلي بالك على الباب الشمال في واحد ممكن يطلع يخبطك بالمسدس. هتبقى الجيمز هتتغير لمجال ترفيهي اعلى بكتير. العلم كمان هيتغير، العلم اللي احنا بنعرفه النهارده هيتغير بأضعاف أضعاف. وعشان كده بقول لك أنا شايف فيه مجالات كتيرة حلوة. احنا المفروض ما نخافش من الاي اي هيودينا في حتة حلوة، بس احنا كلنا عندنا خوف وبصراحة موجود من الاي اي في الايدين الغلط. دي مشكلتنا أكبر حاجة دلوقتي، مش الاي اي نفسه، لكن الاي اي في الايدين الغلط خطر شوية. لكن الاي اي في حد ذاته كأداة احنا استخدمناها او اخترعناها كبشر، دي افضل أداة احنا اخترعناها على مدار التاريخ. احسن من اختراع العجلة، احسن من اختراع التولز، طبعا اكيد احسن من السوشيال ميديا اكيد بكتير. فاحنا ممكن نستفيد منه ازاي؟ لا انا شايف المجالات كلها مش بس من المجالات الاعمال. بعد كده في المستقبل هتلاقي كل الممثلين اللي انت حبيتهم بس مش موجودين، لا بيعملوا افلام جديدة دلوقتي. ام كلثوم هتطلع اغنية جديدة عادي جدا فهتلاقي عبد الحليم حافظ بيمثل معاها وبيعملوا اغنيه دويتو مع بعض، وهيبقى ده بيحصل في 2028 عادي جدا. وهتبقى انت مبسوط بالكلام ده، نقول لي لا انا عايز اسمع صوته مع صوت ام كلثوم وبيعملوا دويتو، حاضر من عينينا وعلى فكره اسماعيل ياسين هيبقى معاهم في ده عشقي، انا بحبه جدا هنشوف بقى اسماعيل ياسين في الذكاء الاصطناعي، مش هو كان كل افلامه كده صح؟ بدل في الجيش وبتاع صح، والطيران وكده. اسماعيل ياسين في الذكاء الاصطناعي. النماذج ديت هي ايه الخطط المحطوطه لها في المستقبل انها تتطور؟ يعني اوبن اي بيفكروا يعملوا ايه جديد؟ ديب سيك اكيد سمع ان هو خلاص بقى معروف ان هو سارق. لا ما هو لسه مش معترف لسه في مرحله الدينايل او الانكار لانه الاخبار بتاعت خططهم بتاعت المستقبل بتاثر على طبعا نسب ارباحهم في سوق البورصه، زي ما اثرت اخبار المنافسين على خساره شركات ضد شركات. خططهم للمستقبل عاده هتكون عامله ازاي؟ بص، هو يبقى فيه اتجاهين دايما هما بيساووا ليه. الاتجاه الاولاني هو تقليل التكلفه، ده اول اتجاه هم بيفكروا فيه دلوقتي. الكاتنج كوست ده اهم حاجه ليهم، ده جزء اساسي من الاقتصاد العالمي، ان انت لازم ان انت تعمل اي تكنولوجيا جديده او اي انتاجيه جديده بان انت تقلل التكلفه. فده هيأثر على اللي هو الداتا سنترز او اللي هي انظمه البيانات او مراكز حفظ البيانات، انها لازم يكون عندها الانتاجيه احسن في المستقبل. يا اما تستخدم بنفس الهاردوير اللي موجود اقل، يا اما العكس، ان انت التكنولوجيا بتاعتك هي اللي تكون efficient احسن او اكتر كفاءة بنفس اللي موجود او كده. بس ما تطلبش دايما ان انت تبقى بتاخد كهرباء اكتر ومية اكتر وتبريد اكتر وجي بي يوز اكتر ومساحة اكتر. ده ما ينفعش يستمر كتير، لانه الاي اي هنجري او متعطش انه عايز حتى في الاعلان الجديد الاعلان اللي عملوه، يعني هو ده يعتبر قديم دلوقتي
بس تشات جي بي تي لما اعلن عن نسخه 4 جاب شكل الويل. حتى ديب سيك اختار الحوت علشان اوبن اي اي كان مستخدمها في الاعلان. اي اسيوم هو عمل حوت سمكه صغيره، بعدين كبرت، بعدين اللي جاي شكله حتى ظله كبير. فهو مش متعطش، ده غالبا هيبلعنا كلنا، هيبلع كل ما فهو هو لو ما عالجناش موضوع الباور ده هنقف لمرحله اللي هم بيسموها بلاتو او سقف. خلاص وصلنا لسقف، لان احنا ما ينفعش ان احنا نبتدي ناخد باور من حاجات تانية. مش هنقفل بيوت الناس نقول لهم يا جماعه استخدموا طاقه اقل عشان محتاجين نديها للاي اي، لا. فلازم ان احنا دي اهم خطوه في المستقبل. الشركات الكبيره انها تفكر ازاي تبقى في تكلفه اقل في جميع المجالات واستخدام طاقه اقل. دي حاجه. الحاجه التانية بقى وهي ايه المهمه اكتر، الشركات دلوقتي عايزه توصل لحاجه اسمها الاي جي اي. اي جي اي خلينا نشرحه، هو اختصار لكلمه Artificial General Intelligence او اللي هو الذكاء الاصطناعي العام. معناه ايه؟ خلينا نشرحه للناس. احنا عارفين اينشتاين مثلا، صح؟ عارفين اينشتاين عبقري، جينيوس اكيد في الفيزيكس. موتزارت جينيوس في الميوزك. احنا عايزين الاي اي اللي جاي يبقى جينيوس في كل حاجه. هو اي اي واحد جينيوس في كل حاجه. حاليا هو لا، هو بيعمل حاجات بنسبه 80% من البشر، بس العبقري لا، هو لسه ما وصلوش، هو مش عبقري، لكن بنسبه ذكاء 80% من البشر. اللي الشركات بتحاول توصله ان هو يوصل لمرحله الاي جي اي ده، ان هو مش بس يبقى 100% من البشر، ان انت اي حاجه انت تقدر تعملها بعقلك وتفكيرك هو يقدر يعملها، بس لا كمان في جميع المجالات كواحد عبقري في جميع المجالات. فده عبقري في الموسيقى، عبقري في الفن، عبقري في الفيزيكس، عبقري في البيولوجي، عبقري في الاستراتيجيه، عبقري في كل حاجه. فده اللي عايزين يوصلوا له قريب، الاي جي اي. اي جي اي ده مستوى مختلف شويه عن النهارده. ده ساعتها مش هيطلع لك اخطاء، ده ساعتها لما يكون في العلم ده هيكون احسن اداة علميه احنا نقدر نعملها. تحسين حياه البني ادمين، هنقول له فقط لا غير ازاي نخلي حياه البني ادمين احسن. هيقول حاجات احنا ما نعرفهاش، هيعالج جميع المشاكل اللي هي problems of mathematics، جميع المشاكل يعني الرياضيات، كل المشاكل اللي احنا واقفين فيها النهارده هيعالجها، لان احنا خلاص بنتكلم على مستوى اخر. وده خطوه ما قبل اللي بعده، وده انا بتكلم على مستقبل بعيد عشان بحس ما حدش يخاف. هو السوبر انتليجنس، artificial سوبر انتليجنس، مستوى الذكاء الخارق. الذكاء الخارق ده احنا ما نعرفش هيكون بيفكر ازاي، هيكون بيتعامل ازاي. فاحنا الافضل ان احنا ما نتكلمش عليه كتير، لان هو يكون اذكى من جميع البشر ever. ليه بقى؟ لان احنا انت وانا ممكن اي واحد فينا يعتبر نفسه ذكي، بس انت كم المعلومات اللي في دماغك قد ايه برضه محدوده. لكن تخيل بقى واحد ذكي بجميع المعلومات اللي موجوده ever في التاريخ. الموضوع ده شويه في يعني دايما مدرستين قدام بعض، مدرسه عاطفيه ومدرسه علميه عمليه كمان. الناس مقسومه للجزئين دول اكتر. ومش بس كده، في المدرسه التفاؤليه وفي التشاؤميه، دول فينا كلنا. لكن المقصود من سؤالي او التعقيب على النقطه ديت، ناس بتشوف انه مهما وصل مش هيحس. هو مطلوب يحس، لانه بيحس يعني الانسان البشري اللي قدامه اللي هيكون بيطلب منه اوامر، او حتى ممكن يكون البوس بتاعنا روبوتس في المستقبل، كائن عنده مشاعر. النموذج ما عندوش مشاعر، ولو ما عندوش مشاعر بس يعرف يتعامل معاك بمشاعرك انت، ده ذكاء. بمعنى النهارده حاولت نرفز ده خبث. لا ماشي النتيجه واحده. انا عارف ان انا ساعات بتكلم كلام جدلي شويه. حاولت نرفز الاي اي كده، مش هيتنرفز، هيعرف يتعامل معاك بذكاء، يهديك انت، يخليك انت هادي. بس عارف بقى الخدعه فين؟ قول له اتنرفز عليا، هيسمع كلامه ويقول لك ماشي حاضر اتنرفز عليك، وهيتنرفز عليك بأدب مؤدب صراحه، هو يعني بامانه يعني اديله الحق مؤدب. طب ما ده ذكاء، ان هو عارف ازاي يتعامل مع المشاعر اللي احنا بنعتبرها بصراحه عيب في البني ادمين في بعض الاحيان. مظبوط. احنا لما تيجي تتكلم شغل، لو دخلت فيها المشاعر لا فيها مشكله شويه. المشاعر دي خليها في الفن، خليها في التعامل مع العائله، خليها في الحب، خليها في الحاجات اللي هو الخير، الكلام ده. لكن لما هتعمل بيزنس ما تقوليش ان انت بتاخد الديسيجن او القرار بتاعك بناء على مشاعرك. بس الارض والحياه والدنيا فيها فضائل وفيها اوامر
بنيت على صح وغلط من نابع مشاعر، مش كله صح وغلط بقانون. وهو اتعلم ده مننا وموجود جواه، فاحنا بنيناه بمشاعرنا، بنينا الفضائل والأخلاق بمشاعرنا وحطيناها جوه الاي اي وهو اتعلمها. فهو دلوقتي بالنسبة له هي مسلمات، مش محتاج يحس بيها، هي مسلمات. يعني هل ممكن يتدارك أخطاء بناء على ده؟ إنه مثلا الذكاء الاصطناعي كأدوات تستخدم في أكتر من صناعة، ولو طرحنا صناعة سيارات هي بناء على كل البيانات والمعلومات اللي الآلة اتعلمتها من خرايط ومن تجارب في الشارع، وبقت سنسورز قدرت إنها تعرف أنا هقف لما الحد ده بيتحرك، أو حتى لما بتشوف الخطر. بس لو هو في صناعة تانية زي صناعة الأسلحة، إذا حصل فيه أي غلط هو ممكن يعمل كارثة. ده دلوقتي مش الذكاء الخارق. الذكاء الخارق بقى ده مستوى تاني، هو هيعرف الكارثة قبل ما تحصل وهيعالجها وانت مش هتحس بيها أصلا. أنا بصراحة شايف إن هو كل ما الذكاء بيزيد كل ما العنف بيقل. بمعنى إحنا كبشر عدد الحروب اللي إحنا عدينا بيها في الآلاف السنين اللي فاتت كتير جدا جدا جدا. عدد الحروب اللي موجودة النهاردة أقل بكتير، بتحصل حرب ولا 2 في السنة. قبل كده كان العالم كله عمال بيخبط في بعضه. إحنا النهاردة ابتدينا نهتم بالكوكب، ابتدينا نهتم بحقوق الحيوانات، ابتدينا نهتم بان احنا اللي هو الانكلوزيفيتي، ان احنا ندخل جميع انواع البشر باختلاف العروق، اختلاف الجنسيات، اختلاف الاعراق. الكلام ده حصل ليه؟ ان احنا ابتدى يبقى عندنا فئة اكتر متعلمة، ففئة اكتر متحضرة، ففئة اكتر ذكية. ده كده نتاج الذكاء البشري قلل مننا العنف. ما بالك بقى ان انت حاطط أداة انت حاططها مخترعها للذكاء اصلا. فانا مش متخيل انه اي كائن ذكي حتى لو هو آلة هيكون اول حاجة يفكر فيها في العنف بالطريقة بتاعت البشر. احنا لسه بنفكر بعنف. احنا ايه اهم الافلام النهاردة اللي احنا ناس بتدفع عليها كتير؟ أكشن. افلام الاكشن لسه موجودة والسوبر هيروز وبتاع. بس خدت بالك من حاجة؟ ما بقيناش بنحارب نفسنا كتير. دي افلام التاريخي. بقينا بنحارب الالينز، صح، اللي هي خطر من عوالم تانية. بالظبط. ليه؟ لان احنا ابتدينا شويه ان هو لو النهارده هحط فيلم امريكا بتحارب الصين والصين بتحارب اسرائيل واسرائيل بتحارب لبنان ولبنان بتحارب في مصر، طب ما احنا يا جماعه ده الكلام ده ما بقاش منطقي. ما احنا عدينا المرحله دي شويه. احنا ممكن نعملها فيلم وثائقي او ندخل فيها قصه حب ولا الكلام ده. بس لو انا عايزك بقى تحس ان في تشالنج حقيقي وفي تحدي حقيقي، طب لا بص اجيب لك الخطر الخطر الكبير بقى. انا هجيب لك وحش اقوى منك بكتير وجاي من كوكب تاني على مجرة تانية، فار اواي. فدلوقتي احنا ده شويه بشويه الذكاء بيمنع العنف ما بين نفس الفصيله. فاحنا العنف هيقل شويه مع الوقت. ابتدينا نهتم بحاجات فعلا السستينابيليتي، جرين بلانت، الحاجات البيئيه الجميله اللي احنا بنتكلم فيها، ان احنا نحترم الجميع. ده بسبب ان التعليم بقى احسن، الرفاهيه بقت احسن، الذكاء بيتطور. فانت لما تخترع ذكاء خارق ما تتخيلش ان اول حاجه ان هو هيروح على الاسلحه عشان يعمل اباده للبشر. ما عندوش خالص. هو انت مش تهديد اصلا. هو انت النهارده معلش اسمح لي، في ناس بتزعل من الكلام ده، هي الحيوانات تهديد لينا؟ القطط والكلاب مثلا معلش يعني هم مش تهديد. انا القطه اللي عندي مش تهديد ليا. ليه؟ لان انا بعتبر ان انا كبشر انا مخير وانا مختار وانا عندي اهميه كبيره مش موجوده عند بقيه الحيوانات. انا شايف نفسي كده، سواء بقى ده بسبب الدين، بسبب انت مقتنع بيه، بسبب طريقه تفكيرك، ايا كان انت شايف نفسك حد مهم وانت مختار، انت chosen the chosen one. بس احنا دلوقتي داخلين على مرحله لا خطر شويه. احنا لو كملنا بنفس التفكير ده احنا لا هنحارب احنا الاي اي. لازم نعتبر الاي اي ده صديق لينا، لان هو جاي extension of our intelligence، ده تمديد للذكاء بتاعنا. خلينا نستفيد منه كده بدل ما نخاف منه. بلاش تبعيده عن الاسلحه. قول له ازاي، مش هو ده اللي احنا المفروض نفكر فيه. قول له ازاي احنا ننمي الغذاء بتاعنا بحيث انه محدش يبقى جعان ابدا في العالم. اوصل معاه لافضل الحلول. دي احسن بكتير ان احنا بدل ما نحارب بعض احنا ندي لبعض الامكانيات ان احنا نعيش في رفاهية. ساعتها الطمع هيتشال، الجوع هيتشال، الرفاهية هتزيد.
انا شايف ان ده التوجه احسن في المستقبل، بدل ما نخاف منه كتير احنا نوجهه للخير. فمش مهم بعد كده بصراحة في المستقبل هو بيحس بمشاعر ولا لا، المهم يكون ذكي، هيعرف يتعامل مع مشاعرنا كويس. انا بصراحه اسئلتي خلصت. حلو. خايف انت بالاي اي طيب؟ لا بالعكس، ده انا اللي في بالي لسه ما جاش، فانا شايف المستقبل حلو يعني. يعني مستني متعطش ان اشوف التقدم اكتر من كده. اذا حابب توجه كلمه اخيره لكل المستخدمين واللي عنده curiosity انه يجرب او حتى خايف انه يجرب. لا انا بس بحب اطمن الناس ان هو ما تخافش على شغلانتك طالما انت شاطر في شغلانتك، لكن في نفس الوقت ما تنساش الاي اي في حياتك. اشتغل بيه ان انت جرب بايدك، واذا الاداه دي ما عجبتكش جرب غيرها، ما تقعدش تجري ورا كل معلومه بتجيلك من الميديا والسوشيال ميديا والكلام ده كله. لا، جرب بايدك انت المعلومه اللي انت محتاجها لشغلك فقط لا غير، او لحياتك الشخصيه. لكن انت بصراحه لو انت مهندس وعايز تعرف انه في اي اي جديد بيشتغل على الموسيقى، لا ما توجعش دماغك بالكلام ده، يعني احتاج المعلومه دي في مرحله لاحقه. فخلينا نفتكر موضوع انه انت المعلومه just in case ولا just in time. محتاج المعلومه دي دلوقتي ولا محتاجها بعدين؟ لو محتاجها بعدين خليها لبعدين، على ما تعرفها هتكون اتغيرت. دلوقتي جرب بايدك، خد الخبره. فهو ده اللي انا بس بقول للناس، ما تخافوش من الاي اي وما تخافش على شغلانتك، بالعكس ده جاي صديق حتى الان. استفيد من المرحله دي، احنا في مرحله شهر العسل، خلينا فيها. اللي جاي في المستقبل ما نعرفش، الاسم ونصيب. كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. شكرا جزيلا للأستاذ نادر تركي، استشاري استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، على كل النصايح والمعلومات. أنا استفدت بشكل شخصي، والمعلومات كانت قيمة ووصلت بشكل سلس وبسيط. شكرا ليك يا عمر، أنا بصراحة اللي استمتعت جدا بالحوار ده، وأتمنى أكون قدمت أي معلومة حتى لو صغيرة كتوعية للمستمعين. وبجد أنا متشكر ليك جدا على الفرصة دي، وأتمنى نتقابل مرة تانية ونقعد نتكلم على حاجات أكتر. شكرا لحضرتك. ودي كانت آخر نقطة معانا في حلقتنا النهاردة من بودكاست ذكاء مش اصطناعي. يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا في نفس الوقت. مبسوط قدرت أشارك معاكم أفكار جديدة ولذيذة، قصص نجاح ملهمة ونصايح مفيدة. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا وتقيموا البودكاست، وتشاركونا آراءكم وأفكاركم عن مواضيع الحلقات اللي جاية. ولو ما عجبتكوش برضو قولوا لنا، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي تحبوا نتكلم فيه، واخر تجارب الطريفة لاستخداماتكم للاي اي. انا عمرو زكي وبقول لكم انبسطوا، ونتقابل الحلقة الجاية. سلام يا مستمعينا الكرام. شكرا لاستماعكم للحلقة. كنتم تستمعون إلى بودكاست ذكاء مش اصطناعي مع عمرو زكي.